ونقول بسم الله ونشوف الميكس الرهيب. اعتقد انه الفخامة واضحة، ميكس بجنن، القوام كريمي والنكهات مع بعض مع جوز الهند ولا اروع. من اسهل الحلويات اللي ممكن تجربوها، رغم بساطة المكونات الا انه النتيجة راح تبهركم، وانا متأكدة انكم بعد ما تجربوه راح تعتمدوه. حلا بسيط مش محتاج مكونات كتيرة ولا انه يكون عندك خبرة كتير بالمطبخ، في 10 دقايق بيكون هالحلا الفخم جاهز، مميز بالطعم وكمان بالشكل. ميكس رهيب بين الطبقتين، كل طبقة ألذ من التانية. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. وأول وصفة رمضانية راح نحضرها معكم من قناة لمسة شيف. اليوم راح نعمل مهلبية الباونتي، حلا بسيط كتير طيب، إن شاء الله راح ينال إعجابكم. تابعوا معي حتى نشوف مكونات الوصفة وطريقة التحضير. أول خطوة راح نبدأ بالحليب السائل. هنحتاج 4 أكواب معيارية من الحليب السائل. طبعا لو مش متوفر الحليب السائل بإمكانكم تستبدلوه بالحليب البودرة. لكل كوب مي معلقتين كبار من الحليب البودرة. هاي الكوب الثالث، هاي الكوب الرابع. هيك ضفنا 4 أكواب من الحليب السائل. ال4 أكواب معيارية طلعت لتر من الحليب السائل. تمام. راح نضيف 3/4 كوب سكر. طبعا كمية السكر حسب الرغبة، ممكن أقل أو أكتر حسب ما بتحبوا حلاوة الحلا. وراح أضيف 4 معالق كبيرة نشا. وراح أضيف ظرف كريمة بودرة دريم ويب أو أي نوع بتحبوه. طبعا الظرف الكريمة اختياري، بس بيعطي نكهة كتير طيبة للمهلبية. وراح أضيف معلقة كبيرة من الفانيلا البودرة، ممكن تستبدلوها بالسائلة لو متوفرة. وراح أضيف 2 كوب جوز هند مبشور. ضفنا كوب وراح أضيف الكوب الثاني. طبعا اللي بيميز هاي المهلبية أو هذا الحلا نكهة جوز الهند وريحته يلي بتجنن، لهيك اختاروا جوز هند تكون نكهته ظاهرة وريحته حلوة، يعني يكون مبشور خشن مش ناعم. راح نحرك المكونات كلها على البارد. بتمنى انكم تجربوه. طبعا حلا رمضاني بسيط بالنسبة للإمكانيات والظروف يلي احنا بنمر بيها في غزة. بحاول اختار لكم وصفات بسيطة ما بدها تلاج، لانه طبعا كلكم عارفين ما في كهرباء. قلبت كل المكونات مع بعض. هلا راح نرفعه على نار وسط مع التحريك المستمر. رفعت المهلبية على النار وراح اولع النار. ولعت النار. طبعا النار مثل ما ذكرت النار هتكون وسط، وراح نستمر بالتحريك لعند ما يتقل معنا القوام. مثل ما ذكرت الوصفة هاي بتعتمد على نوعية جوز الهند. حاولوا انه يكون جوز هند نوعية كويسة. بنصحكم انكم تجربوا هاي الوصفة، لانه بصراحة طعمها يعني كتير 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 قريب لطعم الباونتي، شوكولاتة الباونتي، ويمكن كمان اطيب، بس انا ما بدي تحكوا عني اني ببالغ، بس للامانة وصفة مميزة جدا وتستحق التجربة. بس بدنا نكون يعني مهتمين ببعض النقاط البسيطة اللي هي نوع جوز الهند، وكمان جودة المكونات التانية بالنسبة للحليب وللشغلات التانية اللي ممكن تستخدموها. اضافة الدريم ويب او انه الكريمة كمان تعطيكم طعم مميز. بعد ما سخن عندي الخليط راح اضيف معلقة كبيرة من الزبدة، وبنحرك لعند ما تذوب الزبدة تماما. طبعا يعني انا بصراحة مش قادرة اوصف لكم الريحة، بتجنن حرفيا يا جماعة. لازم تجربوه، لازم تجربوه. طبعا احنا مستمرين بالتحريك لعند ما نصل للقوام اللي انتوا شايفينه. هيك المهلبية صارت جاهزة عندي. اللهم اني صائم، يعني بصراحة الريحة يا جماعة اشي خرافي. وهيك القوام المطلوب صار جاهز معنا، شايفين كيف بتجنن. وهيك صارت جاهزة معنا.
بدنا نوزعها في أطباق التقديم. طبعا هيك احنا لسه وصفتنا ما خلصت، راح نكمل بس يبرد معنا الحلا تماما وهنكمل باقي الخطوات. وهيك احنا جهزنا اول خطوة من الحلا اليوم، وراح نتركه يبرد تماما وبعدها نكمل باقي الخطوات. للطبقة الثانية راح نحتاج اي نوع شوكولاتة خام متوفر او اي نوع بتحبوه، ممكن شوكولاتة دهن او انكم تعملوا اي صوص في البيت حسب الامكانيات المتوفرة. كل ما كان نوع الشوكولاتة طيب كل ما كانت النتيجة افضل والطعم راح يكون اطيب. خليت المي وراح نذوب الشوكولاتة على حمام مائي، راح نخليها فوق البخار لعند ما تذوب وبعدها نزين بيها مهلبية الباونتي. ملاحظة كتير مهمة انه كتير صبايا بيبعتولي احيانا ما بزبط معهم تسيح الشوكولاتة على حمام مائي، والسبب بيكون انه المية بتوصل للشوكولاتة. ضروري جدا انه يكون الصحن بحواف عالية وفي مسافة بين المية وبين الصحن يلي بندوب فيه الشوكولاتة، يعني مجرد لو وصلت المية للشوكولاتة راح تخرب معكم ومش راح تزبط. الشوكولاتة بلشت تذوب معي. طبعا نوع الشوكولاتة راح يفرق معكم كتير بطعم المهلبية، لهيك اختاروا نوع طيب. وهيك احنا وصلنا لقوام الشوكولاتة المطلوب بعد ما ذابت تماما. طبعا ممكن تستخدموا الشوكولاتة مباشرة بدون اي اضافة، ممكن نضيفوا كريمة حلويات او قشطة حسب المتوفر. طبعا انا الشغلات اللي بذكرها الناس يلي برا غزة. هلا راح اضيف معلقتين كبار من القشطة. طبعا ممكن تضيفوا كريمة سائلة طبعا للمتابعين يلي برا غزة. هيك الصوص صار جاهز معنا. راح نوزع الصوص طبعا بعد ما مسكت طبقة المهلبية. راح نوزع طبقة الشوكولاتة. طبعا التزيين هيكون اشي بسيط، شوية من جوز الهند. وهيك الحلا الفخم صار جاهز معنا. كتير 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 قريب لطعم الباونتي، شوكولاتة الباونتي، ويمكن كمان أطيب، بس أنا ما بدي تحكوا عني أني ببالغ، بس للأمانة وصفة مميزة جدا وتستحق التجربة.